في هذه اللحظة سيعلن عنه، وبالفعل هي لحظات يترقبها الجميع من خلف الشاشات. عبد الرحمن الصيعري، محمد الوهيبي، كمال رزوق من الجزائر. ألف مبروك للجزائر احتفاظها باللقب للسنة الثانية على التوالي. إذن كمال رزوق من الجزائر يحصل على لقب منشد الشارقة بنسخته السابعة. إذن في هذه اللحظات لا يسعني إلا أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وفي فيديو جميل يا جماعة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن المواهب الجزائرية. الجزائر دولة ولادة للمواهب العظيمة في كل المجالات يا جماعة، سواء طبعا الفنون، سواء الرياضة، سواء طبعا يعني الابتكارات والاختراعات. دايما دولة الجزائر ولادة. وفي الفيديو بتاعنا النهاردة عن الأصوات الجزائرية المميزة اللي دايما بتخش في أي منافسة أو في أي مسابقة بتشعل السباق يا جماعة. ودايما الجزائر مميزة بأصواتها العظيمة وحناجرها الذهبيه، زي ما هنشوف في الفيديو بتاعنا النهارده لمتسابق جزائري ابهر الجمهور وابهر لجنه التحكيم. ومش كده وبس كمان يا جماعه، ده فاز كمان بالمنافسه وفاز بالمسابقه. وفي الفيديو بتاعنا النهارده هنشاهد منشد جزائري بيبهر طبعا كل الحاضرين ويبهر كل الوطن العربي في مسابقه الانشاد. والانشاد دي مسابقه على مستوى الوطن العربي، فلما يخش فيها جزائري ويكسر الدنيا ويكسب المسابقه لازم تعرف ان الجزائر دايما بتنجب العظماء وبتنجب طبعا المواهب العظيمه. ومش اي حد يخش في مسابقه الانشاد، لازم يكون صوتك قوي جدا، لان ده عكس المطرب او الفنان اللي بيروح يغني في وسط موسيقى ودوشه والكلام ده كله. انما المنشد يا جماعه بيخش طبعا يعني بيستعرض خامه صوته وقوه صوته بدون اي موسيقى وبدون اي مؤثرات صوتيه، فصوتك الوحيد هو اللي ظاهر قدام الجمهور ولجنه التحكيم. فعشان تفوز بمسابقه يعني بتجمع جميع المواهب اللي موجوده في الوطن العربي وتكسبها وتفوز بيها، فاذا انت مميز وصوتك قوي جدا. زي ما هنشوف في الفيديو بتاعنا النهارده المتسابق الجزائري كمال زروق في مسابقه منشد الشارقه. المسابقه دي طبعا بتبقى على مستوى الوطن العربي كله يا جماعه، وبتجمع جميع المتسابقين من الوطن العربي. لكن تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نسمع الصوت الجميل ده ونرجع تاني. يلا بينا. كمال رزوق، اعتقد المسؤوليه عليك اكبر، لانك المفروض تاخذ هذا اللقب مره اخرى للجزائر. ان شاء الله معي الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني يا حبيبي. ان شاء الله يكون معك وكل الوطن العربي معك. كمال، شو نشوتك اليوم؟ هذا الذي صار ليلى. اتمنى لك التوفيق. اذا مع المنشد كمال رزوق من الجزائر. بذكر محمد دامت لنا الأفراح، بذكر محمد دامت لنا الأفراح، وقلوبنا في ذكره ترتاح، بجبينه نور كمصباح بدا، بجبينه حبيبي صلوا عليه، بجبينه نور كمصباح بدا، للعالمين جميله الوضاح، حاز الجمال حاز الجمال، حاز الجمال،
ونال يوسف بعضه ملئت لنا بذكر صفاته الأرباح. هذا الذي سار ليلا ثم دنا فتدلى، هذا وهو بالأفق الأعلى حباه الله كل الأنوار. فهو عمادي يوم المعاد، فهو عمادي يوم المعاد، نبينا طه المختار. صلوا معانا حي الهادي أقوى بأجمل ذكرى. صلوا معانا يا حضار، حي الهادي بأجمل ذكرى. صلوا معانا يا حضار، فهو عمادي يوم المعاد، وعمادي يوم المعاد، نبينا طه المختار. صلوا معانا على العرش رقى الجميل وخاطبه المولى الجليل، وقال أبشر يا خليل، خليل شفاعة الله لمن تختار. على العرش رقى الجميل، على العرش رقى الجميل وخاطبه المولى الجليل، وقال أبشر يا خليل، شفاعة لمن تختار. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل نسمع على محمد، صلوا على الحبيب. يا رب صل عليه وسلم. لولاك يا زينة الوجود، لولاك يا زينة الوجود، ما طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. من الجزائر العريس كمال رزوق، يعطيك العافية كمال. وشو تقول لجنة على هذا الجمال؟ نسمع رأي أستاذ لطفي مشناق. صوت ما شاء الله كمال، الله يبارك لك. ان شاء الله صوت عريض وصوت جميل ومتمكن، قفلات عرب، يعني ما شاء الله ما شاء الله. توكل على الله، ربي يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله مشوار جميل، وان شاء الله مسيره فنيه ناجحه ان شاء الله. ربي شكرا يوفقك. أستاذ لطفي. أستاذ محمد ثروت. ايه الجمال ده يا كمال، رائع. صوت وامكانيات وخير سفير للجزائر الشقيق. تحيه ليك ومستقبل كبير. شكرا أستاذ محمد. أستاذ عاصم البني. يعني قال الجمهور 1 2 3. ما بعرف كمال صوت جميل يعني دبلاجري، وانا معهم بقول لك 1 2 3 دبلاجري. شكرا. أستاذ أسامة الصافي. أخي كمال، ذكرتني في موقف أنشدت فيه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد المشايخ بكى وقال بهذا الدعاء، وأنا أنقل لك الدعاء الذي قاله: أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمعك وأنت تشهد مدحا له أمامه. شكرا. آمين. إن شاء الله نكون احنا جالسين حوله كلنا إن شاء الله. شكرا لأعضاء لجنة التحكيم كمال رزوق، يعطيك العافية على هذا الأداء الجميل. حاب الجمهور يصوت لك ولا مكتفي برأي
لو وصلتوا معايا لحد كده يا ريت ما تنسوش ادعموني بلايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم في الصوت العظيم والصوت القوي ده زي ما احنا بنسمع مع بعض يا جماعه. ومش اول مره الجزائر تكسب المسابقه دي، ومش اول مره الجزائر تكسب المنافسه دي. على طول دايما الجزائر يا جماعه المواهب اللي موجوده في الجزائر دايما بتكسب المسابقه دي، وبتتعمل طبعا في الامارات يا جماعه. دايما الجزائر بتكسبها بالمواهب العظيمه اللي موجوده. وفي الفيديو بتاعنا النهارده زي طبعا المتسابق الجزائري كمان علي صحراوي اللي بيتمتع بخامه صوت قويه جدا. برضو المتسابقين دول كسبوا المسابقه قبل كده، وده متسابق جزائري كمان، وفي غيره كمان يا جماعه. دايما الجزائر معروفه باصواتها القويه والمميزه. لكن تعالوا بينا مع بعض على طول نخش نرجع للفيديو ونشوف راي لجنه التحكيم ونرجع تاني. يلا بينا. في هذه اللحظه سيعلن عنه، وبالفعل هي لحظات يترقبها الجميع من خلف الشاشات. عبد الرحمن الصيعري، محمد الوهيبي، كمال رزوق من الجزائر. ألف مبروك للجزائر احتفاظها باللقب للسنة الثانية على التوالي. إذن كمال رزوق من الجزائر يحصل على لقب منشد الشارقة بنسخته السابعة. إذن في هذه اللحظات لا يسعني إلا أن يشرفني أن أدعو سمو ولي العهد الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي لتكريم الفائزين بلقب منشد الشارقة. تحية كبيرة منكم جمهورنا الكريم. في هذه الأثناء طبعا الكل فرح، الكل يشعر بلحظة فخر واعتزاز هذا الفن عندما يخدم ويدعم. لا شك أن الجميع هنا بفرحة. شباب تحية يا جماعة. مشاهدينا، إذن منشد الشارقة هذه المؤسسة، هذه الأكاديمية لا تقف عن إنتاجاتها، لا تقف عن سهراتها وأمسياتها. الآن تأتي لحظة التكريم. دموع الفرح طبعا، ولا شك أن هذه اللحظات لا تنسى من منشد الشارقة. شكرا لحضور ولي العهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وكذلك سعادة الدكتور خالد عمر المدفع. الآن ستقدم في البداية طبعا جائزة المركز الثالث أو الأول. نبدأها بالأول. الأول إذن تحية كبيرة لكمال رزوق من الجزائر، يحصل على 100,000 150,000. إذن 150,000. ومفتاح الBMW تسلم الآن لكمال رزوق بحضور سعادة الدكتور عبد الله الشيباني المدير التنفيذي. الشيك الآن يسلم لكمال. تفضل يا كمال. تحية كبيرة لكمال رزوق من الجزائر. كما يستلم أيضا كمال مفتاح الBMW من ممدوح خير الله من BMW. تحية كبيرة لكمال مرة أخرى. كما نذكركم أن كمال حصل على أيضا جائزة من مؤسسة الشارقة للإعلام بإنتاج ألبوم كامل وكذلك فيديو كليب. الحائز كذلك
على المركز الثاني معن برغوث من سوريا. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك الفيديو، اشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.